بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز جديد للنادي الأهلي وثلاث نقط جديدة تضمن استمرار النادي الأهلي في المنافسة إن شاء الله على لقب الدوري، وإن شاء الله الدوري في الجزيرة بشرط تكسب كل ماتشاتك الجاية وما تبصش وراك، ما تبصش للمنافسين. أنت كفريق كورة بص لنفسك وبص لطريقك، ما تقعش تاني، ما تخسرش نقط تاني. عندك إدارة هي اللي تتابع ما يحدث في المباريات الأخرى وما يحدث مع المنافسين من تجاوزات. نصلي على الحبيب ونخبط اللايك ونخش في الحلقة بتاعتنا النهاردة. كلام مهم عن النادي الأهلي وعن الأجواء المحيطة بالنادي الأهلي. طبعا النهارده كابتن سريع ستروب بدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي اللي احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان هيبقى فيه مباراة ومباراة لحد ما هو الراجل يستقر على حارس، مش هتفضل ماشيه كده على طول. فطبعا النهارده كابتن محمد الشناوي بدأ، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني ومحمد شكري. عودة محمد شكري للجانب الايسر، وزي ما سمعنا من كابتن ايمن الكاشف ان كوكا مش راضي يلعب باك شمال تاني. في نص الملعب كان ديانج ومحمد علي بن رمضان، وقدامهم حسين الشحات. على اليمين طاهر محمد طاهر او بن شرقي بدأ يمين وطاهر محمد طاهر شمال، وبعد كده اتعكسوا، وفي الامام يلسن كامويش. طبعا النهارده الحاله غير الحاله، يعني النهارده في بعض اللاعبين اجادوا، بعض اللاعبين استعادوا جزء صغير من مستواهم، مش كل مستواهم، استعادوا جزء صغير من مستواهم. ظهروا النهارده بشكل كويس الا طاهر محمد طاهر. مش عارف، طاهر محمد طاهر مش عايز يساعد نفسه. المفروض انت راجل جناح، لا بتقدر تأدي واحد على واحد، بطيء جدا في العوده للخلف. ما شفتش طاهر النهارده راجع يغطى في اي كوره ورا محمد هاني النهارده خالص، او ورا محمد شكري لما كان محمد شكري بيلعب. كل الكرات مقطوعه منه، بيقع لعيب عنده 17 سنه كان بيلعب عليه. بصراحه موت طاهر محمد طاهر. فطاهر محمد طاهر انا مش عارف، برضه للمره مليون هقول طاهر محمد طاهر يقعد ومحمد عبد الله يمشي، وطاهر محمد طاهر طبعا ممتاز 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 جدا جدا، ومستواه رائع جدا في اللغه الفرنسيه. بعد كده شفنا بالعمري وشفنا مروان عطيه وشفنا كريم فؤاد وشفنا محمد شريف اللي حاول على قد ما يقدر. راجل بعيد بقاله فتره كبيره جدا من ساعه كاس العرب تقريبا، ما شمهاش، ما لعبش اي مباريات خالص. حتى في الرابطه كان مصاب، يعني لعب ماتش تقريبا في الاول وبعد كده اتصاب، فالراجل كان بعيد جدا عن المباريات. فنزل النهارده يعني ادى بشكل طيب. طبعا هدفين محمد علي بن رمضان من تكمله، واللي يقول لك تسلل حط صباعك جوه عينه. الكوره محمد علي بن رمضان ساعه لعب الكوره الاولى من رجل لاعب النادي الاهلي كان محمد علي بن رمضان متغطي. الحاجه الثانيه الكوره لاعب من الاسماعيلي حاول يطلعها، خبطت في زميله ورجعت لمحمد علي بن رمضان. الهدف الثاني طبعا كوره رائعه ملعوبه من ياسين مرعي، كانت ضربه ركنيه كان بيستعد لها طاهر عشان يلعبها من مره واحده. بن شرقي راح له جري خدها منه ولف ورفع، ياسين مرعي قابلها على الطاير حطها بشماله في قلب المرمى، خبطت وهي رايحه وراحت في قلب المرمى. بعد كده الشوط الثاني احنا نزلنا خلاص، انت بتلعب بقى مريح. لعيبه الاسماعيلي مش الفرقه اللي تخض، لعيبه كلها صغيره، لعيبه عندها كوره بس مفيش خبرات. فانت بدات تمشي الدنيا زي ما انت عايز، ان مفيش خطوره. انت خدت اللي انت عايزه من المباراه الشوط الاولاني، وده دايما اللي بنقول عليه، انزل خلص الشوط الاولاني ما تستناش الشوط الثاني. طبعا كابتن طارق العشري كان نازل يلعب اللعب بتاعه، اللعب السخيف قوي، الطريقه بتاعته اللي مش عايز يغيرها، انك تلعب زون ديفنس طول الماتش وهي هجمه واحده ممكن تروح تخلص بيها الماتش. طريقه عقيمه جدا. وهو مش هو بس، كابتن العاب بيلعب بنفس الطريقه برضه، ونجح في انه يتعادل مع النادي الاهلي. بس النادي الاهلي الحمد لله النهارده اللعيبه كانت فايقه، واتمنى ان شاء الله بعد عوده المستبعدين وعوده ان شاء الله المصابين النادي الاهلي يكتمل ويرجع للحاله اللي كانت قبل كاس الامم. احنا قبل كاس الامم لو كنا قابلنا مين كنا ناكله. هادي رياض، الناس بتسال هادي رياض فين؟ هادي رياض ما لعبش ليه؟ هادي رياض هل لسه مصاب؟ لا، هادي رياض كان كل القصه كانت التهابات في الحوض وتعافى منها، وراجل جاهز بدنيا وفنيا، ولكن
هادي رياض لسه في الكليه وكان عنده تربيه رياضيه، وكان لازم يخلص التربيه الرياضيه عشان يقدر يخلص السنه دي اخر سنه ويقدر يخش الامتحانات. فهو كان فاضل له يومين، فان شاء الله هادي رياض جاهز لمباراه الجيش الملكي. بالمناسبه امام عاشور رجع من رحله العمره بتاعته ونزل تدريبات النهارده، وان شاء الله بكره فريق الاهلي كله راحه ما عدا امام عاشور، هيروح يتدرب منفرد زي ما كان بيتدرب، وهيرجع للتدريبات الجماعيه من يوم الجمعه ان شاء الله، وده بتعليمات من كابتن وليد صلاح الدين. طب هو ليه ابو خارست هيتدرب بكره منفرد؟ طب ما كان خد راحه وينزل يوم الجمعه يتدرب مع اللعيبه، ده بدل اليوم بتاع العمره اللي خده اجازه واستأذن من كابتن وليد صلاح الدين. فكان الاتفاق حضرتك هتروح تعمل عمره، هتاخد اجازه يوم تروح تعمل عمره، هتاخد يوم تدريبات مكانه، وهيبقى جاهز لمباراه الجيش الملكي. بوجهه نظر تروب يبدا بيه، يحطه على الدكه، ما يحطوش خالص، هو حر. بالمناسبه النهارده شفنا بالعمري الحبه اللي نزلهم، بالعمري عنده كوره كويسه جدا جدا جدا، ولعيب ان شاء الله هيجي منه، وهي حتته الباك الشمال، وان شاء الله مستر ياس تروب يديله اوقات اكتر. ممكن يبدا بمحمد شكري ماتش الجيش الملكي ويستعين بعد كده في الشوط الثاني بيوسف بالعمري، او يبدا بيوسف بالعمري حسب وجهه نظر ياس تروب. بس واضح ان بالعمري وكامويش لسه محتاجين بدني شويه، محتاجين تدريبات بدنيه اكتر. كامويش بيتحرك كويس بس مش فت. نروح بقى لجنه الحكام. طبعا شفنا النهارده مباراه بيراميدز، خطا تحكيمي فادح من حكم المباراه ومن الفار في ضربه الجزاء اللي خدها ناصر ماهر. طبعا ضربه جزاء لا اساس لها من الصحه، ما فيهاش ريحه ضربه الجزاء. طبعا ده بيرجع للجنه الحكام اللي بتعين حكام. فالمفروض النهارده ماتشات المنافسين على اللقب وعلى المربع الذهبي، فالمفروض الحكام اللي يجوا حكام دوليين، حكام من الصف الاول، ما اجيبش حكام مش دوليين. لو اخطاوا ما حدش هيراجع وراهم، ما فيش رقابه عليهم، ما فيش تقييم، فاجيبهم يحكموا الماتشات الحاسمه اللي زي دي. خلاص احنا دخلنا في حته ان فاضل كل نادي فاضل له كام ماتش في الدور الاول، يلم شويه نقط عشان يخش الدور الثاني مرتاح، لان المنافسه هتبقى قويه جدا. كل نادي هيلعب 6 ماتشات عيار تقيل قوي في الدور الثاني. فانت ايه الفكره انك تجيب حكام زي دول؟ معلش مع احترامي الشديد، مين محمد الغازي اللي كان بيحكم ماتش بيراميدز النهارده؟ حسام عزب حجاج، اللي اتكلمت قبل كده وقلت ابناء العاملين في الفار. حسام عزب حجاج اللي معروف، مش عايز اقول بكرهه الشديد للنادي الاهلي، بس هو دايما بيعمل مشاكل في مباريات النادي الاهلي، وبيعمل كوارث تحكيميه لصالح منافسين النادي الاهلي. النهارده ضربه جزاء ما فيهاش ريحه ضربه الجزاء، الحكم اداها. طب انت كفار، انت عندك الرؤيه، عندك الشاشات، وعندك المقدره انك ترجع اللعبه وتجيبها من كذا زاويه، مفيش. اكد على ضربه الجزاء. نقطتين خدهم بيراميدز بالاونطه. ما هو صحيح ما ينفعش بيراميدز الرابع ماتش على التوالي يخسر نقط. بيراميدز خسران 7 نقط في 3 ماتشات اللي فاتوا، فما ينفعش نكمل على نفس النهج، لازم بيراميدز يقف ويشم نفسه. وطبعا ما حدش من المعسكر الابيض بيتكلم، مع ان دي تخصهم، مع ان دي تضعف المنافسه بالنسبه لهم، لان انت باصص على النادي الاهلي بس، ومش باصص على اللي عمال يزحزحك من سكته. فطبعا علامه استفهام كبيره على تعيينات لجنه الحكام، ونخلي بالنا من ماتشات بيراميدز بالذات. فاتمنى نركز والاداره بتاعتنا تركز شويه مع ماتشات بيراميدز بالذات. نروح لماتش الزمالك وسيراميكا، طبعا اللي اتكلمنا فيه على مدار اليومين اللي فاتوا. ماتش الزمالك وسيراميكا، الزمالك طبعا بعد طلب الاتحاد الكوره بيطلب فيه تاجيل الماتش. طبعا اتحاد الكوره قال الماتش في ميعاده وبدون جماهير زي ما هو، ونادي سيراميكا قال انا ما عنديش مشكله العب في الميعاد ده، وبشرط ان يكون بدون حضور جماهيري زي ما اتقال من اتحاد الكوره، وزي قرار اتحاد الكوره الاول ان الماتش يوم 17
الساعه 2:30 بدون جماهير. فما كان من اتحاد الكوره الا ارضاء لنادي الزمالك اللي بيقول لك احنا مظلومين وفي مؤامره علينا. طبعا الزمالك هيلعب في استاد السويس، هيلعب ماتش كايزر تشيفز في استاد السويس، فهنحط ماتش سيراميكا في استاد السويس، وبدل 2:30 نخليه الساعه 5. عشان ايه؟ عشان الاهلي نادي الدوله، وعشان الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه، فالنادي الزمالك بيتعرض لمؤامره. فالمؤامره ان احنا ننقل الماتش، حتى ماتش كايزر تشيفز مع الزمالك اللي كان في استاد السلام، طبعا بعد تدخل من كابتن هاني ابو ريده اللي ما اتدخلش للاهلي في ازمه الوداد، اتدخل ونقل لهم الماتش بمخالفه للائحه بتاعه الاتحاد الافريقي، نقلوا من استاد السلام لاستاد السويس. طبعا هتقول لي مخالفه للائحه ازاي؟ هقول لحضرتك ان لازم حضرتك عشان تغير مكان الماتش او توقيته تغيره قبلها ب 10 ايام. طبعا الماتش يوم 14، وادي المكان اتغير قبلها باقل من اسبوع. وده ليه برضو؟ عشان الاهلي مدلل للكاف، والكاف بيخدم على النادي الاهلي. حمزه عبد الكريم عنده مشكله. حمزه عبد الكريم مشكلته في برشلونه ان هو جاي من دوله خارج الاتحاد الاوروبي وخارج اتفاقيه الكوتونو. حمزه عبد الكريم عنده مشكله في عقد العمل بتاعه عشان يلعب في فريق الرديف بتاع برشلونه. حمزه عبد الكريم قدامه لاخر مارس عشان يقدر يلعب في فريق الرديف بتاع نادي برشلونه. فالحل ان حمزه عبد الكريم يشترك في فريق الشباب حاليا بصفه مؤقته لحد ما يتمكنوا من انهاء الاجراءات بتاعته في فريق الرديف. فريق الشباب اجراءاته اسهل بكتير من الفريق الاول وفريق الرديف، فده حل مؤقت عشان حمزه عبد الكريم ما يصديش، عشان هنسمع كلام كتير قوي الفتره الجايه. حمزه عبد الكريم ما ثبتش نفسه، وحمزه عبد الكريم ما نفعش معاهم، فنزلوا يلعب في فريق الشباب لحد ما يرجعوا النادي الاهلي في اخر الاعاره. هنسمع كلام كتير قوي، هنسمع رغي كتير قوي. حمزه عبد الكريم اول ما ظهر في برشلونه الناس هنا ما شاء الله كميه سواد طلعت على حمزه عبد الكريم، مش ممكن. لاعب شاب لسه عنده 17 سنه طلع كميه سواد بسبب حمزه عبد الكريم مش متخيلينها، والمفروض ان هم نجوم كوره. طبعا في موضوع الضغط على الوزير احنا اتكلمت فيه في الفيديو المختصر اللي نزل من شويه. لو عايز تشوف موضوع الضغط على الوزير تقدر تخش على الفيديو وتتفرج عليه. اتمنى تكون الحلقه دي عجبت حضراتكم. ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش اللايك والشير عشان نوصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعبكم، ملعب بوخارست. السلام عليكم.